رد على اللي يعجبك. رد على السؤال الاولاني. السؤال الاخراني سهل، ما عندناش فلوس اصلا. بتاعتنا 100 مره. والقوانين ده حاجه مهمه جدا. القواعد بتاعه الانتخابات معموله علشان ما يقدرش يترشح او ينجح الا مرشح وراه دعم رجال اعمال. من الاخر كده انت مش من حقك تبدا في جمع التبرعات الا لما تبقى مرشح نهائي، وده معناه ان هي قبل الانتخابات باسابيع. الفتره بتاعت جمع التوكيلات المفروض انك تجمع فيهم 30,000 توكيل، مش من حقك تجمع تبرعات. مش من حقك تجمع تبرعات لحد في الفتره اللي هي الاسبوعين اللي موجودين دلوقتي. طبعا نظريا المفروض انه فيش دعايه، لكن في دعايه شغاله، فبالتالي المرشح اللي ملوش رجل اعمال اداله فلوس كتير كده مره واحده عاجز، لانه مش قادر ان هو يلجا للجماهير بشكل واسع عشان يجمع تبرعات. لكن بغض النظر احنا بنتصرف بده عن طريق المتطوعين، ما عندناش اي حد في الحمله بيتقاضى مرتب. كل حد متطوع يعني دوامين 3 في اليوم. اللي انا بس عاوز ارد على فكره الترشح عمر سليمان واحمد شفيق والخروج الامن. احنا بنتكلم كتير قوي عن الخروج الامن وناسيين ان هم مش ناويين يخرجوا اصلا. يعني احنا وبنتكلم على الخروج الامن وناسيين اننا عندنا قضاء اثبت انحيازه ضد الشعب لدرجه مرعبه، فحتى لو ما خرجوش خروج امن وتحولوا المحاكمه هيحصل ايه؟ السؤال هو احنا ازاي هنبني الدوله دي من اول وجديد علشان يبقى ينفع فيها نحاكم الناس دي؟ السؤال هو مين اللي هيعزلهم علشان يتحولوا للتحقيق، ومين الجهه اللي هتعمل معاهم تحقيق بجد، ومين الاجهزه اللي حطها هتعمل التحريات وتورينا عشان نقدر نثبت عليهم اذا كنا ناويين نعمل محاكمات عادله. وانا شايف انه ضروري نعمل محاكمات عادله. هم قتله 19 قتله، وكل الرتب الكبيره قتله، ان كان في الداخليه ولا في الجيش. يعني الحق باين واحنا عارفين ان هم قتله، لكن احنا ضروري يبقى عن طريق آلية عادله مش استثنائيه، علشان اللي يجي بعد كده يبقى عارف ان هو هيتحاسب، مش يبقى حاسس انه لا ده بس لما تقوم ثوره بنتحاسب، فيعني مين قال ان هتقوم ثوره؟ فده اللي احنا المفروض نبقى مركزين فيه. ازاي هوصل ان انا اعزلهم؟ ازاي هوصل لان انا هصلح الداخليه، هصلح القضاء بقى. طيب، هو بالنسبه للسؤال هل احنا متطوعين في الحملات ولا بنتقاضى رواتب؟ انا شخصيا زي ما شرحت، انا كان طلب مني اداره الندوه امبارح، فاعلنت ان انا عندي انحياز واعتذرت، وبعدين بسبب ان ما كانش في حد موجود من الحمله، الاستاذه حياه كلمتني النهارده وطلبت مني اني اجي يعني اشرح وجهه نظري ليه انا حدي صوتي لعمرو موسى. ولكن في الحملات الرئاسيه ممكن تشتغل متطوع وممكن تشتغل محترف باجر، دي ما بتعيبش اي حد. فيما يخص دفع المجلس العسكري اللواء عمر سليمان والفريق احمد شفيق والسيد عمرو موسى، انا ما اعتقدش ان ده في اي اساس من الصحه، وما فيش اي ارتباط ما بين الثلاثه. فيما يخص ارتباط عمرو موسى بالنظام، انا برضو مختلف مع الطرح ده. عمرو موسى كان سفير في الخارجيه لحد سنه 90، وده وضع مشابه للسفير عبد الله الاشعل اللي هو ما حدش اتهمه بانه من فلول النظام. بعد كده اصبح وزير. طيب، الوزير اللي قبله كان عصمت عبد المجيد، وان كان طبعا فتره من زمان، ولكن لا ذكر لهذا الرجل. والوزير اللي بعده كان الوزير احمد ماهر، برضه ما فيش اي علامه له في السياسه الخارجيه الامريكيه المصريه. ولكن فيما يخص عمرو موسى هنتذكر ان بينما مبارك اللي هو وصف من المخابرات الامريكيه بانه من اهم الاصول الثابته او الاسيتس زي ما شرحوا، عمرو موسى عمل له ازمه سنه 97 بانه رفض انه يوقع على اتفاقيه منع الانتشار، وتسببت في اكبر ازمه ما بين مبارك والولايات المتحده. طبعا الوقت مش هيسمح في انه اشرح ازاي ان عمرو موسى كان وزير الخارجيه الوحيد اللي صنع سياسه خارجيه، ومن الوزراء القلائل اللي صنعوا سياسه في وقت مبارك، بالاضافه انه بقى له 10 سنين. يعني حتى لو بنتكلم على قانون العزل السياسي هو انا ضده، ومش عشان عمرو موسى، لان عمرو موسى في النهايه المده الزمنيه اللي طلعوا من القانون ده له عدل.